لما تشوف أمة أبيها ما زالت تحترم هذول اللي عندها ثار وياهم، ما زالت مخدوعة بهؤلاء. أنت خلي قضيتك، رسالتك في الحياة خليها شكل. كل إنسان في الحياة لازم يكون عنده رسالة، عنده هدف في حياته، وإلا إذا ما عنده هدف في حياته هذا حيوان، هذا أجلكم الله، يعني عايش للأكل والشرب والنوم. كل إنسان عنده قضية، عنده رسالة، عنده هدف. أنت خلي هدفك الانتصار للزهراء والأخذ بثأرها. احنا بين ايدنا ماكو عمر، لو بين ايدنا قطعنا 40 وصلة، ما مو بيدنا، لعنة الله عليه وعلى أمه صهاك وعلى كل اللي مثله. بس شنو اللي بإيدنا الآن؟ هذا يدمر عمر أكثر، هذا يدمر أكثر، ترى هذه حرقة أكثر بجهنم. أنك تهدي البشر المخدوعين بهاي الشخصية الطغيانية، هاي الشخصية الطاغية، تهديهم، تخلي هؤلاء. البارحة كانوا يقولون رضي الله عن عمر، ثاني يوم يقولون لعنة الله على عمر. من يلعنون عليه؟ اللعن دعاء إخواني، تدعو الله تقول اللهم لعن فلان، هذا اللعن يترجم إلى مضاعفة عذاب على شخصية الملعون. يعني أنت كل ما تقول اللهم لعن عمر بن الخطاب، الله يضاعف العذاب على عمر، يزيد يحترق أكثر في جهنم. هذا شيء يفرح الزهراء عليه السلام، أن البشر، هو الزهراء تريد هداية البشر، رسول الله يفرح، أمير المؤمنين يفرح، عينا مثل ما تهدي اليهودي والنصراني إلى نور الإسلام، نفس الشيء، نفس الشيء. احنا نريد هؤلاء البشر، كل البشر 7 مليارات إنسان الآن تعداد سكان الكوكب الأرض، 7 مليارات إنسان صار، 7 مليارات إنسان نريدهم كلهم يجتمعون على كلمة الإسلام، على نور الإسلام، على نور أهل البيت، نور الكتاب والعترة، يبرؤون من الأنداد والطغاة والظالمين والكفرة والمجرمين والذين حرفوا المسيرة الإنسانية عن مسيرة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم. هذا المطلوب. احنا اول من نتوجه اليه جماعتنا، احنا عندنا اختلالات في اوساطنا، احنا نفسنا الشيعة اكو اختلالات عقائدية، اكو مفاهيم غلط، اكو افكار غلط، اكو تيارات بترية قذرة، لازم هذه ننقي بيتنا الداخلي، بعدين نروح الى بيتنا الاكبر، بيت المسلمين. المسلمين على اختلاف طوائفهم هذول هم ننقيهم، نجمعهم على التشيع، على ولاية اهل البيت عليهم السلام والبراءة من اعدائهم. بعد ذلك ننتقل الى بيت أكبر فأكبر، بيت الموحدين على الإجمال، يعني أصحاب الكتب السماوية، أهل الكتاب ومن شاكل، سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخير، وهكذا ننطلق إلى نصل إلى الملحدين والكفرة، نهديهم. هذه واحد يخلي قضيته، هذه قضيته. باسم فاطمة الزهراء عليه السلام نطالب بثأر الزهراء عليها الصلاة والسلام، وننادي بأن يسود منهج الزهراء عليه السلام على الأرض. الزهراء تملك هذه الأرض، مهرها فقط هذه الأرض ومن عليها وما عليها وما في باطنها. الزهراء الملكة، الملكة، هاي ملكتنا، هذه تاج راسنا هذه. فإحنا نجعل كل واحد منا يجعل هذه قضيته، والله يرتفع مقامه في الدنيا قبل الآخر. هي الزهراء ترفعها في شكل من واحد يمكن يكون حسب يعني سلم ودرجات المقامات الاجتماعية لا شيء، نكرة أصلا، ما معروف ولا إلى مقام ولا إلى احترام، فجأة يصعد 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 يصعد، يصير في القمة. الزهراء ترفعه بس يكون مخلص للزهراء. دائما الواحد يخلي فكرة دائما بالزهراء، شلون يدخل في قلبها السرور. وإذا أدخلت السرور على قلب الزهراء عليه الصلاة والسلام، يعني أدخلت السرور على قلب رسول الله، بضعة منه. أدخلت السرور على قلب أمير المؤمنين، قلب أبنائها الأئمة الأطهار عليهم الصلاة، يعني كلهم يفرحون، كلهم يفرحون. والأنبياء والأصفياء، الله جل جلاله يفرح، الله جل جلاله، لأن الله عز وجل هذه أمته المقدسة، هذه أمته، سيدة نساء العالمين، سيدة إمائه، هذه سيدة البشر. الله عز وجل جعلها ماذا؟ نسبها إليه. يعني شوف، هذه أمتي في الأحاديث القدسية الشريفة عندنا هذا الشيء، هذه أمتي، الله يفخر بها. بابها بابي،
وحجابها حجابي. الله أكبر. باب الله فاطمة الزهراء عليه السلام. أنت لما تأسس هذا المسجد لأنه هذا مهدى إلى الزهراء عليه السلام وباسم جنينها الصبط المحسن الشهيد عليه الصلاة والسلام، هذا اعرف هذا المسجد مو مثل باقي المساجد ترى. هذا المسجد له خصوصية، له شأن خاص عند الله تبارك وتعالى. هذا مو أي مسجد. أنت تحقق إنجاز عظيم، الزهراء عينها على هذا المسجد طالبة لهذه الأرض. أنا قلت لكم من البداية احنا حسينا من أول ليلة شهيد الله احنا ما عندنا فلس. شلون تسهلت كل هالأمور، كل هالتوفيقات اللي صارت الآن. هذا ما إلى جواب إلا شيء واحد، الزهراء عليه السلام طالبة لهذا المشروع، لهذا المسجد ولهذه الأرض. الزهراء تريدها. محمد بأسبوعين بالله عليك يطلع 1.5 مليون باوند. ذاك السبت كنا قاعدين ما عندنا. ذاك السبت قاعدين ماكو شيء. اي والله. شيخنا الحين صار بمليون بأسبوعين 1.5 مليون. وين صارت هاي؟ 1,750,000 الآن. هذه 1,750,000 بأسبوعين بالله عليك. اسبوعين اقصد على العمليه تبعكم. ما بدنا ناخذ البريك اللي بالنص هذا، ما اسبوع و4 ايام، يعني حتى مو اسبوعين، اسبوع 4 ايام 11 يوم.